ياخد هدية، فمش عارف محتار بقى اخد ايه، اذا كان طابلو، اباجورة، ساعة، تبقى حاجات يعني محيرة. الهدية كلما كانت لها خصوصية كلما كان لها أثر أكبر، ولعل فرح المرأة بالورد أكثر من الهدايا الغالية يرجع إلى أنها عاطفية تتأثر بالنظر إلى الزهور. الورد ذوقيا حاجة جميلة جدا. في يعني مش هقولك ان كل الشعب المصري بيجيب ورد يعني وهو رايح، في ناس بتجيب شوكولاتة، في ناس بتجيب ورد حسب الهدية اللي بتمشي معاه، لكن الورد بيبقى ناس معينة. وبعدين اللي يجيب مرة ورد المرة الجاية هيجيب شوكولاتة. طبعا لو حد مريض في المستشفى ناخد له احلى حاجة الورد. الورد طبعا جميل. او حد مثلا عيد ميلاد، او اذا كان فرح، او حد مترقي جديد لازم ناخد له ورد. أيا كان نوع الهدية فإن قيمتها لا تكمن في كونها غالية الثمن، وإنما في كونها جذابة ومؤثرة، فقد تكون هدية بسيطة لكنها تعكس التقدير والاهتمام بالشخص المهدى إليها. تهادوا تحابوا كما أوصانا الرسول الكريم، فالهدية رسالة رقيقة تحمل بين طياتها الكثير من معاني المودة والألفة، وتساعد على تقوية الروابط بين الأهل والأصدقاء. وقديما قالوا إنها كالسحر تجتذب القلوب وتقرب البعيد. دعاء أنور، العالم، القاهرة. مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل ولمناقشة هذا الموضوع طبعا يسرنا أن نستضيف عبر القمر الاصطناعي الدكتورة ميسون الفيومي، وهي مدرسة في فن الاتيكيت. دكتورة ميسون، أول شيء رح أقول لك الورد حلو وجميل، وأنا رح أقول لك صباح الورد هي هدية منا نحن لحضرتك. صباح الخير. صباح الفل برضه بالورد، صباح الفل، صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. يعني دعينا نتحدث عن الهدية. ما يعني الهدية إلى كتير معاني وإلى كتير قيمة. الهدية ليس في قيمتها، ليس في سعرها المادي، أما هي في رمزيتها وفي الموقف الذي تقدم فيه هذه الهدية. دعينا نتحدث عن هذا الموضوع. طبعا بالنسبة للهدايا، الهدية زي ما شفنا في التقرير هي بتقرب القلوب بالناس بين بعضهم وبعض، ليها تأثير نفسي كبير جدا، وخصوصا على المرأة وعلى الطفل، لأن دول من أكتر الناس اللي تقريبا بيفرحوا بالهدايا بشكل كبير جدا. المفروض ان الهدايا طبعا ليها فن في تقديم الهدية، ما هياش مرتبطة مطلقا بثمن او ثمن الهدية، لان ممكن تكون هدية بسيطة متواضعة لكن يعني تترك اثر ايجابي داخل النفس اللي انا عايزة او الشخص اللي انا بهدي اليه الهدية. المهم ان انا مش مهم تكون ابدا غالية، لكن مهم قوي قوي التوقيت المناسب للهدية. يعني في فن الاتيكيت والبروتوكول دايما باكد على امتى اهدي الهديه. ما ينفعش ان انا اهديها قبل المناسبه بوقت طويل، ولا ينفع ان انا كمان اهديها بعد المناسبه بوقت اطول، لان انا لما ما بديهاش في التوقيت المناسب اثرها بيقل، على عكس ما اديها في نفس اليوم اللي هو فيه المناسبه ان انا اهدي بيها الهديه. نعم. المفروض ان فن الهدايا نعم الهدايا بتختلف من شخص الى شخص. يعني عندنا الأطفال ليهم نوعية معينة للهدايا تختلف عن الكبار، زي ما شفت مع حضرتك في التقرير ان ممكن ان احنا ندي بعض هدايا يعني نقود عينية. النقود العينية دايما انا باكد انها ليها حالات خاصة قوي، ان انا ممكن اديها للشباب اللي هم في سن المراهقة، وليس مع الاطفال، وليس مع بعض من الصحبة اللي هم بيني وبينهم علاقة شوية رسمية. نعم. لكن لو انا مفيش علاقة رسمية نعم دكتورة، نحن بدنا نتطرق بحوارنا عن هذا الموضوع، لكن يعني هناك من يقول يعني ماذا عن الأسلوب الرائج أو الاتيكيت الخاص بتقديم الهدايا في المناسبات؟ الاتيكيت الخاص بتقديم الهدايا؟ نعم. حبيبي، هو ما انا قلت لحضرتك في مجموعه من الاداب اللي احنا لازم نتبعها في تقديم الهديه. اول حاجه ان انا اختار المناسبه الجيده عشان اقدم بيها الهديه. تاني حاجه اختار نوعيه هديه ما تناسبش ذوقي انا بقدر ما هي مناسبه للذوق الاخر او الشخص اللي انا هديله الهديه، لان انا ممكن اللي يعجبني قد يكون مش هينال اعجابه، فمهم قوي ان انا اعرف. وانا هنا دايما باكد ان مش مشكله ان انا ممكن اسال
يعني ايه الهديه اللي حضرتك تفضليها ان انا اجيبها لك؟ انا مثلا هتحبي اجيب كذا ولا اجيب كذا؟ حضرتك اللي ممكن تقولي دي ما في، انا ما بشوفش فيها اي احراج، على عكس ما تجيني هديه ابقى انا مش في حاجه ليها او ان انا مش محتاجاه. فسؤال الاخر عن نوعيه الهديه دي حاجه مطلوبه جدا. لف الهديه حتى لو هي بسيطه جدا، شكل اللف ده مهم قوي، لان هي اول حاجه بتقع عليها عينيا هي الشكل الخارجي قبل الشكل الداخلي. فبالتالي مهم قوي ان انا اتعرف يعني ازاي اقدمها. ممكن تكون بسيطه قوي بلفه بسيطه قوي حاطه فيها ورده واحده، المهم انها تكون معبره عن الشخصيه، لان دايما الهديه فيها انطباع الشخص بتاعي. يعني انا لو انا اللي هقدم هديه دي انعكاس لشخصيتي انا، ازاي مقدماها، ازاي لفاها وانا بقدمها. ما ينفعش وانا حتى بقدمها لازم تكون مصحوبه ببعض العبارات الجميله، مش ان انا اقول والله اتفضلي كل سنه وحضرتك طيبه وخلاص. لا بالعكس، انا ممكن اقول كل سنه وحضرتك طيبه، انا جبت هديه بسيطه اتمنى انها تنال اعجابك، ان شاء الله اشوفك يعني لابسه. لو في حاجات مهمه قوي عايزه الفت النظر فيها، ان نوعيه الهدايا هنا لو حد مثلا اداني هدايا يعني مصوغات ذهبيه، المفروض ان انا ارتديها يعني البسها في ساعتها. يعني لو حد جاب لي خاتم هديه لازم البسه في ساعتها، ولازم اثني على الشخص اللي اداهالي، بمعنى ان انا البسها في ايدي واشكره واقول له دي جميله جدا حتى لو هي مش عجباني. طالما هو جاب هديه او حد اداني هديه فلازم ان انا البس الهدايا دي، لو هي مصوغات ذهبيه او فضيه او حتى يعني اكسسوار، فممكن ان انا يعني اثني على الشخص اللي هو قدم لي هديه. طيب لو احنا بقدم هديه للاطفال. طيب دكتورة، حضرتك انت عم تقولي بس المصوغات انه ممكن نفتحها ونلبسها قدام اللي عاطينا هالهدية، انما انا يعني ما بعرف رأيي وبحب اخذ رأيك يعني مشان ما نغلط ثاني مرة يعني بتقديم الهدايا، انه كل هدية ممكن تقدم لهذا الشخص انه بتنفتح حتى لو كان غير مصوغات. الصوت ما بتسمعيني دكتورة؟ واصلك الصوت دكتورة؟ رح أعيد السؤال، حضرتك ذكرتي بأنه بس المصوغات ممكن نلبسها قدام الشخص يعني اللي قدم الهدية، لكن ما بعرف في كثير من الناس هي بتفتح هداياها إن كان مصوغات وغير مصوغات، وكثير بيشكروا انه هاي الهديه حلوه حتى لو انه مثلا كنزه ممكن الواحد يلبس هالقميص هالكنزه الى اخره. كمان هذا مو اسلوب؟ لا، انا بقول لحضرتك دي نوع من انواع الهدايا لو هي حاجه ممكن ان انا مصوغات ايا كانت فضيه ذهبيه اكسسوار او كده. حتى لو مثلا في هدايا الورد، لما حد بيهديكي بورد لو هي اوريدي مش محطوطه في بوت معين، انا لازم ان انا في ساعتها افتح البوكيه الورد. نعم. ولازم اشيل الورد واحطه في فاز واحط فيه ميه واحطه في مكان يشوفوا اللي اهداني بيه. يعني الشخص اللي اهداني الورد لازم انا احطه قدامه. انا بقول لو حد جاب لي حاجه حلوه في البيت وهو داخل، ما ينفعش ان انا ما اقدمش منها. هي بتختلف حسب نوعيه يعني اي هديه هتجيلنا ايا كان نوعها، اذا كانت لبس، اذا كان ورد، اذا كانت مثلا قطعه كريستال محطوطه في البيت، بيبلو محطوط، ايا كان لازم ان انا افتح الهديه، لازم ان انا اشكر صاحبها اللي قدم لي الهديه، لازم احطها في مكان هو يقدر يشوفها، لان هي دي معناته ان انا ده لان هو قدرني، فانا النوعيه ان انا بشكر تقديره، بشكر احترامه ليا، فانا بحطها في مكان يقدر هو يشوفها. طيب دكتوره، كان الهديه انا مش بركز بس على المصوغات الذهبيه، لكن انا بركز بصفه عامه ان اي هديه اي حد بيديها لنا حتى لو كانت حاجه حلوه. طيب دكتورة، نرجع للحديث. حضرتك تطرقتي أكثر يعني قبل قليل عن هدايا الأطفال، ماذا عن هدايا الأطفال؟ هدايا الأطفال حضرتك بتختلف حسب السن. يعني في بداية الطفولة المفروض ان انا لما بفكر اجيب هديه لطفل دايما بدور على الالوان الزاهيه اللي هي بتلفت نظره اكتر. كمان لازم ادور على هدايا فيها ساوند، يعني
فيها شويه صوت. انا عارفه ان ده ممكن يكون بيزعج بعض من الاهالي، لكن الطفل بيحب هو يعني من سن لحد سن سنتين دايما بنفضل ان احنا نجيب له اللي هو الستاف انيمالز اللي هو الحيوانات، او ان احنا نجيب له حاجه الوانها زاهيه فيها اصوات. لما يبتدي يكبر شويه بيحتاج تنميه للذكاء، بمعنى ان اللعبه هنا انا مش بديله اللعبه فور فن، يعني ان هو يلعب بيها لمجرد التسليه. المفروض ان اللعبه بتنمي ذكاء الطفل، فانا لازم اكون حريصه جدا لما يكون الطفل من سن اول ما يبتدي سنتين واكبر حسب نوعيه السن، لان في هدايا ما تناسبش سن 3 سنين، تناسب 4، في هدايا تناسب 5 سنين. من اول سنتين لحد 5 سنين لازم ادور ازاي ان انا انمي شخصيه الطفل من خلال الالعاب اللي انا بقدمها له كهديه. ودايما احنا بنقدم الهدايا دي في اعياد الميلاد، وتلاقي الطفل سلوكه عشوائي. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لا يملك غير انه يفتح الهديه بسرعه جدا وعايز يشغلها في الوقت الحالي على طول. ده نوع من انواع انه بيعبر عن فرحته بالنسبه للهدايا. اما بعد سن 6 سنين تبتدي المرحله العمريه تختلف، فبالتالي نوعيه الهدايا هنا بتختلف، بتكون اكتر بقى بالنسبه لو كانت بتختلف كمان اذا كان ذكر او انثى. لو هو ذكر بيميل اكتر للطيارات والدبابات والعربيات بحكم المجتمع اللي احنا فيه، يعني احنا اللي بننمي ده عند الطفل. بالنسبه للبنات بيحبوا العرايس ولبس العرايس، يلبسوا يغيروا لها ملابسها، يبقى عندهم تشكيله كبيره جدا من العرايس. لما يبتدي بقى يخش في بدايه فتره المراهقه، انا دايما هنا باكد ان فتره المراهقه بالذات بالنسبه لتقديم الهدايا ما تشغلش بالنا ابدا، لان عاده يعني يفضل انها تكون يعني نقود محطوطه في الظرف، ولازم ان انا اكتب في الظرف، مش ان انا احط فلوس واديها في الظرف واقول له اتفضل كل سنه وحضرتك طيب او دي هديه مني ليك. لا بالعكس، انا بكتب على الظرف الخارجي هديه بسيطه، اتمنى انها تكون مساهمه حقيقيه مني في انك تشتري اي حاجه نفسك فيها. نعم. طيب برضه هنا المرحله العمريه بتختلف تماما جدا. نعم. بعد كده لو جيت اتكلم هندخل على هدايا فتره الخطوبه، هدايا اللي ما بين الزوجين. قد ايه الهدايا ما بين الزوجين قد ايه بيبقى ليها تأثير كبير جدا. وبعدين انا هنا بقول مش لازم يكون في مناسبة خاصة عشان الزوجة تقدم هدية لزوجها او العكس، بل على العكس المفروض من آن لآخر يبقى في هدايا متبادلة، لان دي بتوطد العلاقات ما بين الزوجين. بس انا هنا برضو عايزة الفت النظر ان دايما المرأة بحكم طبيعتها انها عاطفية، فحتى لو في هدية بفضل يكون مصحوب معاها ولو وردة واحدة بس. كمان المرأة لأنها عاطفية فبتحب عنصر المفاجأة، بمعنى أنها ما بتحبش الهدية مباشرة، أن الزوج يديها مباشرة الهدية، لا بل على العكس يقول لها أنا على فكرة جبت هدية ومخبيها في حتة في البيت، قومي دوري عليها. هي في كده هيدخل جواها السعادة أكتر بكتير ما هو يقدمها لها. نعم. على عكس الزوج لأنه عقلاني ويعني طبيعة مادية شوية، مش مادية يعني فلوس، يعني طبيعته بتختلف عن طبيعة المرأة، سيطر عليه العقل التحليلي أكتر، فبيحب أن أنا أديله الهديه مباشره، وان انا تكون دايما الراجل هديته مرتبطه بمناسبه معينه، على طيب. عكس المراه اللي بتحب ان جوزها يديها هديه بغض النظر اذا كان في مناسبه او ما فيش. طيب دكتوره، ماذا مراحل عمريه اكبر ان كبار السن ليهم نوعيه من الهدايا. نعم. الناس اللي بتيجي تطلع على المعاش انا ممكن مش لازم اقدم هديه. يعني دكتورة أنا بدي أسألك ماذا عن أفضل هدية يمكن أن نقدمها لمن نحب، ولماذا يفضل الكثير منا الزهور؟ اول حاجه الهديه اللي انا اقدمها اللي تناسب اللي انا ههديله الهديه، بغض النظر هي ايه، لان في ناس ممكن ما تناسبهاش الزهور، لكن انا مع حضرتك وبأيد حضرتك ان بالنسبه للزهور ده فن، لان كل لون زهره ليه دلاله خاصه، كل لون وانا بختاره بيكون بيعبر عن اللي جوايا تجاه هذا الشخص، فبالتالي حتى في كل مناسبه بيبقى ليها لون ورد معين. يعني انا لو هجامل مثلا او هقدم هديه زهور في افراح لابد انها تكون ورد ابيض، ما ينفع او يا دوب في تطعيم يعني كام ورده كده روز معاه. لكن لو انا هقدم هديه لحبيب يفضل انها تكون لونها احمر. طبعا الورد بيكون بانعكاس لشخصيتي انا جوايا ايه، فبالتالي حتى لما بروح لمحل الزهور وانا بشتري الورد بنقي اللي انا حاسه بيه من جوه، فبالتالي لما باجي اهديها فمهم قوي هو هيعرف من لون الورد انا بعبر بيها عن ايه. فعشان كده دايما الناس بتميل للزهور، لانها كمان الزهور بتصلح لكافه المناسبات، اي
اي مناسبه انا ممكن اقدم فيها زهور، ما عدا اعياد الميلاد ما ينفعش ان انا اقدم فيها زهور. نعم دكتوره مع الاطفال او المراهقين. نعم دكتوره ميسون، ونحن رح نقدم لك احلى ورده بهذا الصباح من قناة العالم، وهي محبتنا لكم. دكتورة ميسون الفيومي مدرسة فن الاتيكيت، كنت معنا من القاهرة، وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى هذه التفاصيل، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، موضوع آخر، وابل من القذائف تمطر البيت المزروع